السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم جبت لكم توب 10 لافضل 10 قنوات عراقية بنظري، ونروح للرقم 10. طبعا رقم 10 نحطها قناة بيجي اللي تتكون من قناة الجيم والالعاب والتحديات والمقالب وكل شيء تقريبا، الذي شاهدها أكثر من 7757 مشترك. نروح للرقم. سيف حكمة من أفضل القنوات العراقية التي تتكون من الألعاب والتحديات والمقالب، ويشاهدها أكثر من 7999 مشارك. سيف المونستر من أفضل القنوات العراقية اللي تتكون من فقط من لعبتين أو أكثر، مثل لعبة كلاش أوف كلانز وكلاش رويال، والذي يشاهدها أكثر من 57 ألف مشاهد و199. تتكون هذه القناة من تحديات ومقالب وألعاب. نروح للرقم 7. أحمد آر من أفضل القنوات العراقية لكلاش أوف كلانز، التي تتكون من تحشيش ومقالب وتحديات، الذي يشاهد أكثر من 46 ألف مشاهد و577. نروح للرقم 6. هذا الرقم 6 اللي من أفضل القنوات العراقية اللي يتم مشاهدتها من أكثر من 46 و566 مشترك، اللي يشترك بها الذهبيين على قولته أحمد أديب. شكرا. نروح للرقم 5. قناة الأنباري من أفضل القنوات العراقية التي تحتل المركز الخامس، والتي تتكون من ألعاب وفلوقات وتحديات ومقالب وتحشيش. نروح للمركز الرابع. رجعنا وياكم بالمركز الرابع، اللي تحتلها قناة أمين حسين أراكين أنجلز، اللي تتكون من تحديات وألعاب ومقالب وتحشيش، واللي يحكمها الشاب أمين حسين. ونروح للمركز رقم 3. المركز الثالث تحتلها قناة هاشم عامر، اللي تتكون من كلاش أوف كلانز، تحديدا من تحشيش وألعاب فقط. الثاني. والمركز الثاني الذي تحتلها قناة علي المرجاني، اللي تتكون من ألعاب وتحشيش وتحديات. ونروح للمركز رقم 1. المركز الأول قناة جد الشايب، وهي من أفضل القنوات العراقية اللي تتكون من ألعاب وتحديات وفلوقات وتحشيش. من أفضل القنوات العراقية، وانصح بكم من المشاركة بها ومشاهدتها، ولا تقصرون مع كل ذولا، ولا تقصرون ويانا. كان معكم مصطفى أو أم أش قيمز. مع السلامة.